عمرك سألت نفسك ليه المحتوى السيء هو اللي بينجح؟ احنا السبب مش هما. المشكلة مش فيهم، المشكلة فينا احنا. كل يوم بتلاقي آلاف البوستات بتشتكي وبتشتم وبتهاجم، بس بنعمل ايه؟ بنشوف ونضحك ونبعت لاصحابنا. يا اخي انا عايز اقولك ان كل فيو دعم، وكل شير اعلان مجاني، وكل لايك استمرار، وكل ضحكة معناها انهم مكملين. الخوارزميات مش ذكية، بس بتديك اللي انت بتطلبه، اللي دماغك عاوزاه. والله ما انت ضحية، انت للأسف شريك. لو عاوز محتوى احسن بطل تدعم الوحش، اعمل انفولو، ادعم اللي يستاهل، ادعم اللي ينفع يترفع فوق، واعمل انفولو للي لازم ينزل تحت. الناس دي اللي عملها احنا، وانا بقول لكم عن نفسي، انا بكلمكم عن نفسي. احنا اللي عملنا الناس دي، احنا اللي عملنا حوده همبكه ومشاكل والاشكال اللي احنا ما ينفعش اصلا نرفعها ولا حتى نتفرج عليها. الناس دي دخلت بيوتنا عشان احنا اللي بنتفرج عليها، احنا اللي في يوم من الايام ضحكنا وكملنا عليهم واديناهم لايكات وشير وكومنت. عشان كده تليفونات اطفالنا وبناتنا كلها عليها الاشكال دي. اغاني المهرجانات اللي كلها سرسجه وكلها قله ادب وكلها كلام خادش للحياء ما ينفعش اقوله، احنا اللي عملنا الناس دي. انتوا اللي في يوم من الايام رفعتوا وعملتوا شير وعملتوا كومنت. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني انا حقيقي حزين على نفسي قبلكم ان انت في يوم من الايام رفعت، ان انت في يوم من الايام علقت، ان انت في يوم من الايام اديت لايك، ان انت في يوم من الايام عملت مشاركه لناس ما ينفعش كنت تدعمها في يوم من الايام. الناس دي اقسم بالله هي اللي خلت المجتمع بتاعنا في النازل. عمرهم في يوم من الايام ما قالوا كلمه واحده تنفع اي حاجه ولا تنفع بيها اي حد. احنا اللي علينا الواطي ونزلنا اللي ما ينفعش ينزل. يا اخي كل حد بيعمل لك محتوى ديني ثقافي حتى رياضي ارفعه لفوق، على الاقل هو بيقول لك حاجه تنفعك. انما انت بتجيب ناس من الشارع ترفعها، واحد انا اسف في اللفظ بيعمل حركات ما ينفعش يعملها، واحد في الشارع بيقلع هدوم وانت ترفعه، واحد بيسوق توك توك تطلعه فوق. مع احترامنا لسواقين التوك توك كلهم ناس محترمه، انا دمي محروق فعلا على كل حد انت نجحته ما كانش يستاهل انه ينجح بسبب السذاجه اللي بيقدمها، بسبب الهيافه اللي بيقدمها، بسبب كل كلمه خادشه للحياء. ما كانش ينفع تدخل بيوتنا وانت دخلتها بايدك. انت اللي دخلت السم لبيتك لاهل بيتك. بطل تدعم اي حد ما يستاهلش انه يدعم، بطل تدعم اي حد ما يستاهلش انه يدعم. حرام عليك، هتتسأل على كل شخص نجح ما كانش ينفع انه ينجح وخرب المجتمع اللي احنا عايشين فيه. رسالة أخيرة، شكرا وزارة الداخلية على كل شخص بيعمل حاجة مستفزة أو حاجة خادشة للحياة دلوقتي بيروح للكلابوش وهو يستاهل الكلابوش. تخيل اللي يستاهل الكلابوش ده انت بتدعمه وبترفعه لفوق، ورغم ذلك انت عارف انه ما ينفعش يطلع لفوق. واسمع، اللي انت بتتفرج عليه هو اللي بيحدد للعالم انت شايف ايه. خاف على بيتك وخاف على اولادك وخاف على بناتك وخاف على كل اللي يخصك من اللي انت بتدعمه. مش هقول لك غير كده. سلام عليكم.